السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش كله دلوقتي يروح يشترك في القناة اللي مش مشترك، واللي ما عملش لايك على الفيديو قبل ما يبدأ ياريت كله دلوقتي يروح يعمل لايك. النهاردة يا جماعة هصور لكم القعدة بتاعتي في البلكونة. ده انا هعمل لكم الفيديو ده عرض اول للناس اللي عجبها اخر مرة العرض الاول، فهعمل لكم الفيديو ده كمان. هصور لكم قعدتي في البلكونة. كنت عايزه يا جماعه اصور لكم وانا بعمل الغدا بتاع النهارده، بس الموبايل ما كانش موجود، فهصور لكم دلوقتي واحنا بناكل والقعده بتاعتنا والمشاريب اللي احنا هنعملها يعني بصوا هعيشكم معايا اليوم. فانا دلوقتي قاعده في البلكونه اهو، واقفه في البلكونه. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم في حاجه في هناك كده، هبقى اصوره لكم الصبح، خليه مفاجاه. هصوره لكم في الصبح. وفي يا جماعه عايزه اقول لكم ان النهارده حظي حلو ان انا هقعد النهارده في البلكونه في هوا. عايزه اكيد سامعين صوت الهوا يعني، في هوا جامد حلو وساقع شويه كده، فالحمد لله ان في هوا اصلا. وهنا يا جماعه انا جنبي هنا الجامع على طول، جنب الجامع هنا على طول. حاسه ان هي جايه جنب الجامع. اي اذان يأذن على طول تعرفوا، اول ناس انتوا اللي تعرفوا عشان جنبكم على طول. وكمان يعني بصوت المؤذن احنا البيت اللي لازق في الجامع على طول، احنا اللي لازقين في الجامع على طول بالظبط. فاول ما يأذن الراجل بتاع المؤذن بتاع الفجر على طول كلنا بنصحى نصلي الفجر. صوته بيبقى واضح وعالي لدرجة ان احنا بنصحى من النوم عشان نصلي. فهي دي الميزة يا جماعة، ان لو انتوا نايمين الجامع جنبيكوا هتصحوا عشان خاطر تصلوا. ده من حظي طبعا ان انا قعدت في بيت جنبه جامع. انا قاعده يا جماعه بصوا كده، في القمر هنا. مش عارفه هو مش باين اصلا، بس المهم انه موجود. في قمرين هما انا بس هقعد هنا كده اهو. انا هنا اهو، ما تركزوش يا جماعه انا حافيه عادي. بس هقف بقى في الهوا كده وفي الفيو. هو ما مش جميل قوي بس المهم ان في هوا. تمام. بس يا جماعه عايزه اروح دلوقتي اشوف الاكل هيبقى مفاجاه على فكره. الاكل هيبقى مفاجاه و... وفي جزئين مفاجأتين. تمام. هتعرفوا اسمه الاول وهتعرفوا معمول بايه. هو بينفع يتعمل بحاجتين، فانا عاملاه بحاجه منهم وانتوا اللي هتقولوها لي في الكومنتات. فتعالوا دلوقتي نروح نشوف في البوتاجاز. بصوا يا جماعه اهو، انا عايزه بس كده. الله، بصوا مفاجأة مفاجأة فأكيد يعني. أنا من عشاق المكرونة بالبشاميل. شايفين هي استوت خلاص أصلا، هي استوت. تمام. أنا أطلعها بس دلوقتي، أوقف الفيديو دقيقة ولا ثانية أثبت الموبايل. بصوا يا جماعة ده شكلها اهو. هسيبها، هي لسه طالعة حالا من الفرن، فهسيبها يعني تقريبا كده 5 دقايق أو حاجة قدام المروحة. قربي المروحة عشان توصل. هسيبها قدام المروحة حوالي 5 دقايق كده عشان خاطر تهدى، ولما نيجي نقطعها ما تتفتفتش وتتبهدل والحشو اللي جواها يبوظ. فمفاجأة يا جماعة، هي محشية او هي مكرونة بالبشاميل بايه. تمام. بس دلوقتي نرجع البلكونة تاني عقبال ما هي تبرد بقى مع نفسها. يلا بينا. اهو يا جماعة بصوا كده اهو. ما تركزوش طبعا، انا حافية عادي جدا، انا قاعدة براحتي بقى في بلكونة. ف عايزة يا جماعة في فكرة فيديوهات كده في دماغي اعملها لكم، المقدمات تبقى بالظل، وقولوا لي هتعجبكم ولا ايه النظام عندكم. تمام. فاقف شوية يا جماعة. هتلاقوا اغلب الوقت اساسا انا ساكتة لان هيبقى مفيش حاجة اصورها، فيعني كفاية ده. عايزه اقول لكم يا جماعه هما هنا فاتحين تحتينا مغسله في الجزء ده كده، فاتحين مغسله واخدين كمان الدكان ده معاه. حاجات غريبه جدا اصلا. وهنا قدامي فيو. ده البيوت هنا كلها يا جماعه قديمه يعني،
تراث، حاجات قديمة جدا. هنا ده البيت قديم، وفي بيوت كتيرة جدا قديمة. في بيت هناك كده، البيت ده برضو قديم. وفي يا جماعة بيت هناك كده في الجزء ده، مش عارفة هو مش واضح اصلا. شايفين اللي فيه العمود ده بالظبط، البيت ده بالظبط كده. بيهدوه. كان في ناس قاعدة فيه وكده، لقوا مرة واحدة، لقوا الحيطة من تحت طلعت في مكانها. الحيطة من تحت طلعت وكانوا ساندينها بخشب وحاجات دي، لغاية قعدوا حوالي كده مثلا 3-4 ايام لغاية لما ظبطوا نفسهم وامورهم. وبعد كده مشي وسابوا البيت، لان طبعا خلاص البيت كده هيقع لو قعدوا فيه. ممكن يحصل لهم حاجة، يقع على دماغهم كده. فهعمل لكم فيديو يا جماعة للبيت ده، بس لما انزل بقى واشوفه هعمل لكم فيديو ليه قصدي، وهصوره لكم. وهم على فكرة هم بدأوا يهدوا فيه، عشان خاطر ده لو اتساب هيقع على حد. كل ما بيقعد بيتعمل يعني بيقع، وحاجات بتقع منه اكتر. فهم خلوا فيه شوية كام حاجة كده، وهو كان 4 أو 5 ادوار، خلوه بقى 3 دلوقتي. يعني هدوا منه كتير. تمام، هدوا منه كتير لغاية لما وصل ل3 ادوار. كل يوم بيجوا يهدوا فيه، وطبعا عاملين حواجز هنا. شايفين عاملين حواجز كده الناس، عشان خاطر محدش يعدي من النص او من بعدها ويحصل له حاجة، خطر ان هم يعدوا كده. تمام، زي ما انتوا شايفين بقى يا جماعة. هذا عايزة اقول لكم انها حرفيا 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 مش عارفة اقول لكم ايه. انا قاعدة كنت عايزة اصور لكم بقى وانا بعمل الاكل وكده، قعدت كتير جدا اصور الاكل، اعمل الاكل. فكنت عايزه اصور لكم وانا بعمله الاجواء وكده، بس كان عندنا ضيوف فما كنتش هعرف اصور. هما لسه ماشيين يا دوب من 5 دقايق كده او 10 دقايق، ف يا دوب لحقت اصور. وكمان كان التليفون مش موجود، كان فاصل وكان بره البيت يعني. فعقبال ما رجع يعني وكده يا دوب صورت لكم. فطبعا وهنا يا جماعه عايزه اقول لكم كمان في هنا بيت جديد، وهنا بيت قديم برضو. كل البيوت دي قديمه يا جماعه. هناك كده في برج كمان، هنا كده، هنا في برج. والبيت اللي انا قاعده فيه برضو برج، مش عارفه اجيبه لكم اصلا. وقدامنا هنا في زي بيت صغير او عماره كده، مش عارفه. المهم يا جماعه، عايزه اقول لكم الناس اللي بتقول لي هتفتحي لايفات امتى تاني وهتعملي حاجات على قناتك الجديده والحاجات دي. انا يا جماعه عشان خاطر للناس اللي مش عارفه، مستنيه اوصل 50. كنت مستنيه اوصل 50 مشترك على القناه الجديده. تمام، ووصلت الحمد لله اكتر من 50 مشترك، بفضل الناس اللي بعتت لي هدايا مشتركين وكده. واحب اشكرهم طبعا ان هم عملوا كده معايا، وشاكرين جدا. اكيد يعني هو لو جه اللايف، لو جه قصدي العرض الاول وشافه ووصل لغايه الدقيقه دي، هو عارف نفسه وهيكتب اكيد كومنت. فاحب اشكره، هو اللي وصلني لاكتر من 55 مشترك تقريبا. وانا يا جماعه بعد ما بوصل 50 مشترك سوري، لازم اقعد اسبوع كده، وبعد كده تبتدي تتفتح معايا ميزه البث المباشر. طبعا كمان لازم اكون عامله اثبات ملكيه للقناه، انا لسه ما عملتوش. فان شاء الله بعد ما اخلص معاكم العرض الاول ده هعمل اثبات ملكيه القناه واثبات هويه القناه برقم التليفون وكده. بس عشان خاطر الناس اللي بتسأل كتير، انتوا ليه مش بتفتحوا لايفات وانتوا ليه مش بتعملوا بثات مباشرة وكده. السبب يا جماعة اصلا الكلام اللي بيتكتب في اللايفات اللي كانت على القناة دي، اللايفات اللي على القناة دي، بسبب الكلام اللي بيتكتب واللي هو كلمة مشتركين، وتحطوا كلمات من غير تحطي مثلا ايموجي من غير كلمة وكده. فبسبب الموضوع ده اتقفل
ميزة البث المباشر اتقفلت خلاص، ومش هقدر افتحها تاني غير لما يعدي تقريبا 90 يوم او حاجة كده. يعدي 90 يوم يا اما ابعت انا في غلط حصل في الموضوع كده. بس لو انا بعت لليوتيوب وقلت له ان حاجه حصلت غلط وانتوا قفلتوا لي مثل البثات المباشره من غير ما يحصل حاجه، لو طلع ان انا ما عنديش حق ممكن يقفلوا لي القناه كلها. فانا مش حابه ان انا اعمل كده، لحسن ممكن يكون في حاجات انا ما اعرفهاش ويقفلوا لي القناه. فخلينا كده مظبوطين احسن، ننزل فيديوهات ونحاول نخلص باقي الحاجات المتبقيه اللي هم الساعات والسوبر شات والحاجات دي $10 والكلام ده، يعني اكيد انتوا عارفين. بس فبحاول اخلصه على قد ما اقدر يعني، واكيد يعني بعد ما اخلصه ما عشان خاطر يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه. انا فاتحه اساسا القناه دي مش لغرض ان انا احقق فيها الربح اصلا. انا لما لقيت ان احنا ينفع نحقق فيها الربح قلت ماشي اوكي يلا نحقق الربح ونعمل كده. بس قلت لا خلاص مش مهم، وبقيت بعملها عادي لما لقيت الناس. انا في الاول يا جماعه كانت الناس بتدخلي اللي هو انا اشتركت لك في القناه فانت اشتركي لي، انا دخلت كتبت لك كومنت عشان خاطر ان انت تدخلي لي على قناتي. فالناس كلها كانت بتتكلم كده. لكن لما عملت موضوع بدايه الناس يا جماعه معايا، لما بدأت موضوع ان هو اعمل لايف كتابة اسماء، دخلت على لايف كتابة الاسماء، عملته مرة او مرتين. كل الناس بقت تدخل لي اكتبي اسمي، معلش قولي اسمي، مش عارف ايه، انا بحبك قوي، انا بموت فيكي، انا بحب كل الناس. كل واحد دخل قال كلمة حلوة في حقي وقال كلام حلو. يعني احب اشكره جدا جدا. وكل حد بيقول لي كلمه انا بحبك، انا بموت فيكي، انا جميله. البنات طبعا الجمال اللي بيقولوا لي انتي سكر، انتي عسوله، انتي مش عارف ايه، انا كمان بموت فيكوا قوي، وانتوا عسل وسكر وكل الكلام الجميل اللي في الدنيا انا بقوله لكم. تمام، فيلا بينا نروح نشوف بقى المكرونه ونكمل الحكاوي دي بعدين. يلا بينا. هشوف المكرونه بس اقفل الباب، اقفل باب البلكونه عشان ايه بس كده. بصوا يا جماعه هنا انا جيت لقيتها متقطعه اصلا، اتقطعت خلاص. قطعناها كده كده كده، وقطعناها بالعرض 1 2 3 4. قطعناها 4 بالعرض و4 بالطول. تمام، بص شكلها بقى يا جماعه من جوه. مالها؟ انت ما تعديش عيب كده. بصوا يا جماعه اهو ده شكلها. عايزه بس ادوق الاول اقول لكم رايي. واو، بجد واو يا جماعه، جامده قوي. ولما اجي اكلها قدامكم هتعرفوا هي من جوه فيها ايه، فيها لحمه ولا فيها ايه بالظبط. تمام، فاخد دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما احط الاطباق مع كل الناس، كل اللي هياكلوا معايا اكيد انا مش هاكل لوحدي يعني. بعد ما كل الناس بعد ما احط اطباق كل اللي هياكلوا معايا، اروح بقى البلكونه ونقعد ناكل مع بعض ونقعد القعده بقى واصور لكم كل حاجه. اهو يا جماعه انا كده حطيت كله. انا ما دقتش غير فتفوت على فكره، فانا ما اعرفش يعني لغايه دلوقتي طعمها ايه. تمام، فاهو حطيت الاكل اللي هناكله كله كل الناس، وهاخده دلوقتي بقى على البلكونه عشان هناكل في البلكونه. يلا بينا. اهو يا جماعه حطيناها كده في البلكونه اهو. يا جماعه عايزه اقول لكم انا حرفيا ميته ميته من الجوع، ما اكلتش حاجه من الصبح. فبصوا بقى، مش دعوه بقى يجوا ولا ما يجوش، هاكل اهو. ادوق معاكم بقى، ولا عاملاها على فكره يا جماعه عشان محدش يسال، بس من اللي عاملها اهو. هدوق بس، دي مكرونه بس اصلا،
هعرفكم بقى دي ايه نظامها يعني، ما بايه مكوناتها. تمام. نودي بس يا جماعه احنا شويه. لا دقتها مكرونه بس اصلا يعني مفيهاش طعم. فبصوا اكيد انتوا شايفين هي باينه ان هي بايه. هي بالفراخ مش باللحم. نفس مكونات اللحمه بالظبط وكل حاجه، بس بدل ما نحط فراخ بدل ما نحط لحمه سوري نحط فراخ. واظن انا مصوراها قبل كده على القناه، اللي عايز يعرف طريقتها يروح على القناه هيلاقوني سايبه طريقتها هناك. واو. لا واو بجد جامده. ايه يا جماعه ده؟ بجد لا جامده بجد. ايه ده؟ جدا والله جامده. طعمها جامد يا جماعه فعلا. ايه ده؟ انا اول مره اعمل حاجه تطلع حلوه كده. واو. بصوا يا جماعه بقى، مولعه مولعه لسه. بصوا ما بردتش. جامده يا جماعه. ايه ده؟ مش قادره، انا مش عارفه اتكلم اساسا من كتر حلاوتها. مش مملحه ومظبوطه كل حاجه، مظبوطه من كل النواحي. بجد والله. واو. انا اسفه لو حد مثلا لسه ما اتغداش وشاف المنظر ده. عايزه اقول لكم انا مش قادره اسيبها، مش قادره اسكت، مش قادره اسيبها والله يا جماعه. مش عارفه اسيبها واكلمكم حتى. بس جامده يا جماعه بالفراخ، جامده. محدش يقول يعني مثلا اللحمه احلى وكل الكلام ده. الاتنين اجمد من بعض، الفراخ واللحمه. بس اللي مثلا عايز يغير اكل، مثلا عنده نفسه ياكل مكرونه بالبشاميل ومش جايب لحمه جايب فراخ النهارده، وغير رايه في الاكل، يعملها بالفراخ زي ما انا عامله كده. عايزه اقول لكم يا جماعه اصلا ان احنا كنا هنعمل اكل غير ده. تمام. كانت اساسا الفراخ اللي هتتعمل وهتتقطع وكده المفروض تبقى صدور عشان تبقى سهله ما فيهاش عظم والكلام ده. احنا كنا جايبينها وراك لان احنا هنعمل حاجات اكل تاني غير ده اصلا. قعدت يا جماعه اخليها من العظم، طلع عين اهلي. والله بجد طلع عين اهلي. قعدت اكتر من ساعه ونص عماله بخلي فيها عشان خاطر في الاخر اطلع المنظر ده عشان اعرف اكل. كنا هنعمل اكل تقليدي عادي اللي هو فراخ وبطاطس وكده، بس قلت لا ما ينفعش، لازم احط التركايه بتاعتي واروح اخلي بقى العظم منها. اخلي بقى العظم منها واعملها بالبشاميل وناكل. لا بس جامده يا جماعه بجد، جامده قوي. بصوا يا جماعه اهو. انا مش عارفه، انا هفضل قاعده معاكم لغايه ما تخلص دي. عشان ايه؟ انا مش عارفه اسيبها اصلا عشان خاطر ايه؟ من حلاوتها. و استنوا بقى لغايه لما اخلص. انا كل ده ما خلصتش اول حته اصلا، هحط حتتين. فكل ده اهو يا جماعه. خلصت يا جماعه اول حته اهو. اهو يا جماعه اهو خلصت اول حته وبدات في الحته التانية. شكلي هخش على التالتة اصلا من الحلاوه. بجد جامده يا مدام، ما شفتوش في حياتي بجد. مظبوط ملحها ومظبوط وكل حاجه مظبوطه، والكميات اللي محطوط بيها البشاميل والمكرونه كلها مظبوطه. عايزه اقول لكم مش قادره، جامده. عايزه اوريكم حاجه يا جماعه.
الطبق، كان فاضل لي تكه وهاكل الطبق بالشوكه بجد جمدان. والملح مظبوط. الملح يا جماعه عايزه اقول لكم مظبوط جدا. الملح مظبوط، والمكرونه والفراخ والصوص كل حاجه يعني بصوا مفيهاش غلطه، وعجبت كل اللي موجودين عمالين ياكلوا فيها ما شاء الله. محتاجين بقى نحلي يا جماعه، محتاجين نحلي بعد اللي احنا عملناه ده. تمام، فعايزين نعمل ايه بقى؟ بصوا كده ركزوا معايا. انا محتاجه ان انا اروح اجيب تاني اصلا، بس لا كفايه. انتوا عارفين انا باكل الكلام ده الساعه، بصوا الساعه 12 بالظبط، باكل الاكل ده الساعه 12 بالليل. تخيلوا بقى يزودوني كام كيلو دول، 4-5 كيلو صح؟ لا 4-5 كيلو. بس يا جماعه كده خلاص. بصوا هما هنا لسه في ناس بتكمل اكل، لسه بودي على فكره ما كانش بودي طبقه اللي هناك خالص. تعالى عشان الناس ما تزعلش منك، يقول لك كل. لا يا جماعة أنا شبعت. شبعت مين؟ انت اكلت اصلا؟ انت ما اكلتش. لا أنا شبعت. لا انت ما اكلتش. تعالى كل، تعالى كل. بصوا يا جماعه انا خلصت اكل، مش قادره اخد نفسي من كتر الاكل اصلا، بجد مش قادره اخد نفسي خالص. بس قلت اخد هوا كده شويه، كفايه اكلت كتير. يا جماعه مش قادره خالص خالص. كمان المفروض ان انا هروح اعمل مثلا عصير ليمون او اي حاجه، بس مش قادره حرفيا اتحرك. انا قمت بالعافيه عشان خاطر اصور، بجد مش قادره خالص. مش عارفه يا جماعه بصراحه. بصوا القمر اتحرك شويه، كان في الحته دي كده. عايزه يا جماعه عشان محدش يسال، ده ايه ده؟ كنت هنا مربيه فراخ ومربيه حمام ومربيه حاجات كتيره جدا فيه. تمام، فالقمر يا جماعه بصوا كان هنا كده صح، كان في الحته دي كده، بس اتحرك كل ده في تلت ساعه، اتحرك كل ده. اهو يا جماعه، تعالوا نروح نعمل عصير ليمون مع بعض. يلا كفايه عشان نهضم بقى ده. بصوا يا جماعه كده جبت هنا الذره عشان خاطر اعمل عصير الليمون. هحط مثلا لحظه بس كده، اجيب معلقه كبيره عشان ده انا عامله الذره كله. تمام، هجيب مثلا سكر ده يا جماعه على فكره سكر اللي هو مش سكر ابيض، سكر اللي هو خشن شويه ولونه غامق. فحط حوالي مثلا 3 معالق كبار، وهحط معلقه كمان بس انه حبه كمان صغيرين. بس هحط دول. انا يا جماعه عايزه اقول لكم معلومه كده، انا ما بحبش السكر خالص نهائي. انا لولا ان انا هعمل للبيت كله كان زماني حطيت نص معلقه سكر اصلا. فهجيب الليمون دلوقتي، هجيب الليمون عشان ايه نعمل العصير. هجيب مثلا عشان خاطر الليمون ده صغير، هجيب 4 ليمونات كده. بصوا 4 ليمونات اهو، عشان الليمون ده صغير. تمام، بس هغسلهم بقى. اجيب ده هنا كده تاني، هغسلهم لحظه. بس كده يا جماعه. بصوا بقى عشان خاطر ايه انا ما فيهاش حيل اقعد اطلع بذر. تمام، فبصوا بعمل ايه اهو كده اهو، نحطها هنا عشان بس ايه اعرف اصور، عشان كده انا هعصر على الموبايل. تمام، فهقطع بقى الليمون دلوقتي. ليمون صغير يا جماعه، لو لقيتوا انه محتاج تاني اهو وقعت، لو لقيتوا انه محتاج ليمون تاني هعمل عشان ما يبقاش ميه بسكر يعني. عايزه اقول لكم يا جماعه اللي عايز يخس، معلومه جربتها، حطوا عصره ليمون
على الميه من غير سكر، عصرة ليمون خفيفة على الميه. لان يا جماعة علميا الليمون معروف ان هو بينزل الدهون. انا اصلا يعني ما حبيتش ان انا اخس كتير. انا كنت بجربه كمعلومة اشوف انا ايه اللي هيحصل كفضول بس، لكن انا ما كنتش عايزة اخس اصلا. ف اهو حط عصير الليمون كده، حط الليمون. مش عارفه يا جماعه لو انا صوتي واطي قولولي، انا مش عارفه انا صوتي ايه مظبوط، بس انا مش قادره اتكلم اصلا من بعد ما اكلت الاكل طبق على نفسي، ومش قادره حرفيا بجد. اهو يا جماعه، عايزاكم دلوقتي يا جماعه تنزلوا لي بعدد اللايكات، انزلوا لي دلوقتي بعدد لايكات الفيديو. عشان ايه؟ الفيديو ده لازم يجيب 50 لايك. الفيديو ده يا جماعه لازم يجيب 50 لايك عشان خاطر انزل لكم اول ما الفيديو ده يجيب 50 لايك هنزل لكم الجزء التاني من رد فعل علياء. الجزء التاني من رد فعل الفيديو بتاع رد فعل علياء هينزل لكم لو الفيديو ده جاب 50 مشترك، 50 لايك سوري. طب يا جماعه انا جايبه ازازه صغيره، جايبه ازازه صغيره تلج، فشوف هتكفي، لو مش هتكفي هطلع غيرها تاني. تمام، بسم الله. نحط بقى المصفى بس نغسلها شطفه كده خلاص. اهو تحتاج حبه من الميه عشان التلج ده يسيح. مليتها ميه عشان التلج ده يسيح قبل ما اروح اجيب الميه التانية. حاول اسيح يا جماعه التلج. بس يا جماعه سايبه الازازه تسيح في قدام الميه قبل ما احط الزيت ده اهو. يعني هي ساحت الى حد ما، ندوب بقى السكر في الشويه دول لغايه لما نحط بقيه الميه، عشان لو اتحطت بقيه الميه المعلقه مش هتطول. ندوب كده. نروح بقى يا جماعه اشوف ازازه الميه التانية. بصوا هي ساحت شويه اهو كده، ساحت شويه، دي كانت متلجه خالص مش عارفه اشيلها اصلا. اهو فهقلب بقى شويه السكر دول لغايه لما السكر يدوب. يا جماعه عايزه اقول لكم هيطلع محلي قوي بدرجه فظيعه. انا هزود على احط كوبايه لنفسي وازود عليها شويه ميه، انا مش هستحمل كل السكر ده. انا من النوع يا جماعه اللي ما بحبش الحلويات نهائي نهائي. اخري مثلا اكل حته لو مثلا عاملين كيكه او عاملين بسبوسه او ايا كان اللي عاملينه،
اخري اكل حته واحده. لو جربت ولو نفسي فيها قوي اكل ما كملش الحته التانية. هي حته واحده وما كمل، ممكن حته ونص، ده لو نفسي فيه الحاجه قوي وهموت عليها خلاص. حط بقى يا جماعه الميه، كمل بقيه الميه اهو. انا عايزه اشوف بس السكر داب ولا لا. لحظه، يعني داب. اهو يا جماعه هي اظن يعني ان هي السكر داب خلاص. شايفين السكر داب، مفيش اي سكر في الميه، في العصير يعني سوري. اكمل بقيه الميه بقى، يا دوب تقريبا واحده بس عشان خاطر ما يبقاش فيه جزء من الميه فيه سكر وليمون والجزء التاني لا. يا جماعه انا طبعا يا جماعه انا بحط الميه اللي في الازازه اللي انا بصوا فضيت شويه الميه اللي في الازازه دي، بدل ما اروح عامله من الحنفيه فضيتهم عشان خاطر التلجية ساحت وهي ما كانتش ساقعه. انا بحط الميه تلج عشان خاطر عقبال ما بقلب وبعمل كل الحاجات دي بتكون الميه سخنت اصلا، عشان الجو حر جدا طبعا انتوا عارفين. اهو كده، فبحطها ميه ساقعه متلجه. والله يا جماعه سخنت خالص، مبقتش حتى ساقعه عاديه، سخنت. شايفين درجه الحر عامله ازاي؟ بس اهو ده كده العصير. نروح بقى يا جماعه ايه، نحط في الكوبايات. لحظه بس عامله دي. كل واحد يا جماعه في كوبايته. اهو ادي دي كوبايتي. دي ناخدهم يا جماعه كده، نحطهم جوه بعض، كل واحد بقى ياخد كوبايته ومع نفسه. نجيب بس كوبايه تانية. الكوبايه التانية يا جماعه مش لاقياها، فمش مهم بقى. اجيب الغطا بس بتاع الازازه. ناخد بقى يا جماعه، لحظه بس انشف ايدي عشان اعرف امسك الموبايل. اهو خد يا بودي امسك الكوبايات دي وديها يلا وانا جايه. نعمل كده بس يا جماعه، يلا بينا اهو. يلا بقى عشان نشرب العصير الليمون. اهو يا جماعه نقعد في قعدتنا كلها اساسا في البلكونه، هنعمل كل حاجه في البلكونه. الفار يا جماعة اهو
كل حاجه يا جماعه، قعدتنا كلها في البلكونه اهو. ادي مج الدورق بتاع العصير، تمام. حط بقى في الكوبايات. هو باين ميه يا جماعه ولا ايه؟ اهو اهو يا جماعه، جبت باقي الكوبايات عشان احط فيها ونعمل كلنا. كل واحد يا جماعه بقى كوبايته، نقعد قاعده يا جماعه. عايزه اقول لكم المعجزه ان في هوا النهارده، معجزه اهو. كل واحد بقى الكوبايه بتاعته اهو، كوبايه علياء وكوبايه بودي وكوبايتي. كوبايتي يا جماعه انا بحب اشرب في الكوبايه دي قوي عشان صغيره يعني شويه، الرؤيه تعتبر في نفس طولهم بس ارفع، فيعني كميه اصغر شويه عشان ما اشربش كتير. بس انا يا جماعه من عشاق اي سوائل، اي سوائل، عصير بقى، حاجات دافيه، اي حاجه فيها تكون سايله، شوربه، عصاير، مشروبات سخنه، الحاجات دي بعشقها حرفيا. فندوق بقى يا جماعه، اقول لكم مسكر جامد ولا مظبوط؟ لا مظبوط يا جماعه. مش هو بصوا، بالنسبه لي انا هو محل جامد، بالنسبه لي هو محل جدا، بس هو هما بيحبوه كده. خد يا بودي، خد دوق اهو يا جماعه. جامده، جامد بجد، عصير جامد يا جماعه. اتفضلوا معايا، اتفضلوا. جامده. عايزه اقول لكم ان احنا سهرتنا النهارده هننام في البلكونه كمان، هننام مش هنقعد بس جامد يا جماعه، جامد بجد فعلا. كمان يا جماعه هنقعد نلعب، نعمل حاجات كتير زي ما انتوا حابين. يعني انا بحاول على قد ما اقدر اطول معاكم، عشان خاطر المره اللي فاتت انا قعدت ساعه تقريبا في العرض بتاع المره اللي فاتت، والناس زعلت قالوا لي ايه ده انت هتقفلي، ايه ده اللايف العرض خلص ومش عارف ايه، زعلوا. عدى الوقت بسرعه جدا، فانا هحاول على قد ما اقدر. طلع بقى اقل منه بشويه، طلع زيه اكتر منه، على حسب ما يجي بقى، تمام. انا مش عارفه اصور لكم ايه. المره اللي فاتت كنت بكتب، لكن انا دلوقتي انا مش عارفه فعلا. انا بحاول اصور اي حاجه وخلاص عشان خاطر عشان كنتوا، عشان اعرف اتكلم معاكم اهو يا جماعه. اهو يا جماعه، بص هوا فظيع. بص الهوا اللي فوقينا، الناس فوقينا منشرين غسيل. بص الهوا، بص درجه الهوا عامله ازاي، شايفين اهو، عشان اوريكم كميه الهوا ده لو انتوا مش سامعين يعني الصوت بتاع الهوا. بس يا جماعه ده كان الفيديو بتاع النهارده والعرض بتاع النهارده. ربي يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تزيدوا التفاعل على القناه وتحطوا لايكات وتكتبوا لي كومنتات كتير جدا. ما بيكفينيش يا جماعه الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها على الفيديوهات دي، لا انا عايزه كومنتات اكتر من كده بكتير. عايزه الفيديو يجيب 50 كومنت، عايزه يجيب 60 70 زي ما يجيب، المهم يبقى كتير، يبقى كتير، عشان بحب اقرا. انا بقرا كومنت وبعلق على كومنت. لو في كومنت ينفع يترد عليه برد عليه، واظن في ناس عارفه كده كويس، لو هما موجودين في العرض دلوقتي هيقولوا. فبس يا رب يكون العرض عجبكم ويومي عجبكم في البلكونه، وبس كده. اشوفكم ان شاء الله بكره، او في فيديو او لايف جديد او عرض او ايا كان بقى اللي هينزل ايه. بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.